قال لك نص الخطاب اللي كان جه الكهرباء قبل كده، المرسل من الفيفا يعني، قال لك كده: محمود عبد المنعم عبد الحميد سلطان، اتحاد كرة القدم، زيورخ 12 يناير 2023، مرجع كذا 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 كذا، الاختيار بفتح الإجراءات التأديبية. السادة الأعزاء، نشير إلى الأمر المذكور أعلاه، وكذلك إلى التحقيق الذي أجراه الفيفا في هذا السياق. تجدون أدناه الرابط الذي يحتوي على جميع المعلومات والوثائق ذات الصلة المطابقة لملف القضية، في ضوء ما سبق ووفقا للمادة 52 من قانون الفيفا للانضباط FDC. نحن نختركم بفتح الإجراءات التأديبية بحق اللاعب محمود عبد المنعم عبد الحميد سلطان لاحتمال خرقه الأحكام التالية: فن المادة 15 لجنة توزيع الأموال، عدم احترام القرارات. علاوة على ذلك نؤدي إبلاغكم بأنه سيتم إحالة الأمر إلى الاجتماع القادم، إحالة الأمر إلى الاجتماع القادم لجنة الانضباط في الفيفا في 2 فبراير اللي هو إيه النهاردة 2023. تمام؟ راحت فين؟ وفي هذا الصدد فإن الطرف المذكور مدعو إلى تزويد أمانة لجنة الانضباط في فيفا بموقفه خلال 6 أيام، وده اللي قام بيه كهربا قبل يوم 18 كان مقدم الورق، وقلنا لكم إيه الورق اللي قدمه. إذا فشل الطرف المذكور أعلاه في تقديم موقفه خلال الموعد النهائي، فإن لجنة التأديب في الفيفا ستقرر في القضية باستخدام الملف التي بحوزتها راجع المادة 20 فقرة 5 من FDC. يرجى من الاتحاد المعني إرسال هذه الرسالة للجهة المذكورة أعلاه على الفور. تفضل بقبول فائق الاحترام جوليان دوكس، رئيس الهيئات القضائية بالفيفا أو بلجنة الانضباط بالفيفا. ده الجواب اللي كان جه لكهربا. تمام؟ إن فيما معناه إن الزمالك قدم طلب، فالطلب ده قالوا هيدرسوه في يوم 2/2 اللي هو الميعاد العادل لانعقاد لجنة الانضباط، وطلبوا من كهربا: يا عم الحاج بناء على البيانات والحاجات اللي احنا قلناها ديت، ابعت لنا ردك وقول لنا ردك ايه، عامل ايه، وانت دنيتك ايه بالظبط، وبتفكر في ايه، وايه اللي حصل معاك والكلام ده كله. والا لو حضرتك ما بعتش هنتعامل ان ايه، ان احنا باللي قدمه نادي الزمالك. خلاص. انا بقى رديت على الخبر ده، قلت ايه فيه؟ العقوبة يا جماعة، العقوبة بتاعت كهرباء اسمها عقوبة تضامنية، بمعنى العقوبة 2 مليون على كهرباء وعلى النادي. قال لك النادي أفلس، خلاص، النادي خد عقوبة وكهرباء خد عقوبة. عقوبة كهرباء انتهت. لو تفتكروا قلنا إن كهرباء الزمالك ما يقدرش كان يشتكي ولا يقدر يعمل أي حاجة ولا أي حاجة تحصل، لأن كهرباء معاه لحد يوم 11 يناير يقدر يدفع الفلوس. لو دفع الفلوس خلاص يبقى إيه القصة إيه انتهت. نادي البرتغالي نفس القصة. النادي البرتغالي نفس القصة، عنده الفترة لحد آخر يوم في فترة الإيقاف الثالثة اللي هي تنتهي في شهر أغسطس اللي جاي. في شهر أغسطس اللي جاي. فبالتالي قلت لكم قبل كده ما ينفعش عقوبة على عقوبة، ما ينفعش إن أجدد عقوبة وأنا العقوبة الأصلية لسه ما انتهتش. ليه؟ لأن النادي عنده لحد اليوم ده. طب بما إن النادي بيقول لك أفلس، طب ماشي، ما النادي ده ممكن برضو يتباع في خلال الفترة من هنا لحد قبل أغسطس اللي جاي، قبل انتهاء الفترة الثالثة بتاعت القيد. ولو اتباع تمام هتصبح العقوبة ترجع تاني تضامنية، هتبقى العقوبة على كهرباء وعلى ايه المالك الجديد للنادي. مليون بقى ومليون، ده يدفع نص، ده يدفع 1.5، ده يدفع 1.5، ده يدفع نص، هي ال2 مليون على ليهم الاتنين ايه متضامنين. لازم تركز في الحته كلمه تضامنيه دي قوي. لو النادي افلس واختفى تبقى العقوبه على كهرباء، وممكن كهرباء يقدم تظلم وتبقى النص، قصه تانية هنجيلها. بس ايه مش هقدر اعمل اجراء جديد الا لما الفتره، ليه؟ لان علّ وعسى يجي لك مالك جديد عايز يجدد في النادي، عايز يجيب لعيبه، عايز يأيد لعيبه، مش هيقدر يأيدها الا لما يا فرانس، لما ايه، الا لما العقوبه ايه بتاعت النادي ايه تنتهي كمان. فالنهارده اللي تم في الجلسه بتاعت النهارده ان طبعا الجلسه كانت بالفيديو كونفرنس. كهربا ما راحش، محامي حتى اشرف عبد العزيز ما راحش. اللي راح مين او اللي عمل الفيديو كونفرنس مين؟ الاخ الاخ المحامي الايه التونسي بتاع كهربا، هو ده اللي راح. تمام. والراجل او بمعنى اصح هو ما راحش، يعني كان كله عن طريق الفيديو كونفرنس، واتكلم وذكر التفاصيل اللي احنا قلناها لك قبل كده، اللي هي بتاعت
فيش فلوس، اللاعب ما عندوش فلوس، اللاعب ما عندوش مصدر، ايقاف اللاعب يضر باللاعب ويضر بالنادي الزمالك، لانه لو ما دفعش، لو ما اشتغلش فما فيش فلوس، فمش هيدفع لنادي الزمالك، فاي عقوبه مش هتبقى مفيده للطرفين. فبالتالي لازم حضراتكم تبقوا عندكم نوع من انواع الكياسه، تمام، وتحاولوا تضغطوا على نادي الزمالك ان يبقى عنده نوع من انواع الكياسه ونوع من انواع الفهم. فبتطلع لجنه الانضباط بتعمل فيما معناه اسمه توصيات. خلاص، التوصيه بتاعتها ان لو سمحت يا جماعه، انت مش مصلحتك كنادي الزمالك، والمحامي بتاعه بقى الاجنبي، انت مش مصلحتك كنادي الزمالك ان انت لان لاعب يتوقف، لاعب عنده رغبه وبيقول لك انا عايز ادفع وهقسط لك الفلوس وبتاع، ممكن ايه اتفقوا مع بعض وارجعوا لي، لو انتوا اتفقتوا على حاجه ارجعوا لي انا اديكم ورقه بيها ان ده ايه، ان ده تمام، من الفرض العين اللي ايه اللي يتم. تمام. لكن مش هيقدر الفيفا يجبر الزمالك، مش هيقدر الفيفا يجبر الزمالك على الموافقه على التقسيط. خلاص. بس لو وصلوا لحد حرس سد زي ما بيقولوا كده، ماشي. ما بغض النظر، بغض النظر التفاصيل ما احنا قلناها هسك قبل كده، فانا مش عايز اعيد فيها عشان الوقت جري. بس ما هو حاطط وقال لك حرب اوكرانيا والدولار غلي والمش عارف ايه، وادي الفلوس اهيت، وادي جايين برقم كويس محترم وهنقسط على 5 سنين والكلام ده كله، وعقد اللاعب اهوت والفلوس بتاعت اللاعب والكلام ده كله، كل ده اتذكر اللي اتقال في الجواب اللي اتبعت قبل كده، بعد قبل نهايه ال6 ايام الاولانيين اللي هو يوم 17 او 18 يناير. اتذكر كل ده النهارده، واتقال ان من مصلحه اللاعب ومن مصلحه نادي الزمالك ان اللاعب يرجع، وخصوصا اللاعب شارك في 3 مباريات ادى فيها اداء جيد. كمان طلع النهارده لعب في كاس العالم للانديه، الفيفا اشاد بيه وي 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 فمستقبل اللاعب واعد، يعني مش لاعب تعبان يعني. فاللاعب لو كل ما هيلعب كل ما هيعمل فلوس اكتر، كل ما يقدر يسدد الايه الفلوس بطريقه اسرع، ويجي له اعلانات ويجي له ويجي له ويجي له. هو ده الكلام ده اللي تم في اطار الجلسه اللي تمت النهارده عن طريق الفيديو كونفرنس. تمام. القرار ما صدرش لسه، القرار لسه ما صدرش. ليه؟ لان هي مش محكمه النهارده، هي النهارده لجنه الانضباط بتنعقد، دي الدوره اللي هي الشهريه بتاعتها، بتنعقد بطريقه دوريه، وده ميعاد الانعقاد بتاعها. فاللي هم مش جاهزين بعقوبه او بحاجه. لكن لو الفيفا ارتأت، ركز بقى في اللي جاي ده، لو لجنه الانضباط سوري ارتأت ان الفلوس على كهرباء فقط وخلاص، وابتدت تستبعد او تخرج من الصوره تماما النادي البرتغالي، هيصدر قرار بعقوبه على كهرباء، لانه ما دفع خلاص، استنفذ هو طب ايه هو العقوبه اللي على كهرباء؟ زياده في الغرامه، بدل ما هي 5% هتبقى 10%. مش هيقدر يوقف اللاعب عشان سن ال 28 سنه والاستفاده من الحته اللي احنا قلناها لك دي قبل كده. خلاص. طب ايه اللي يحصل؟ هيدوله مده يدفع فيها. عارف كهربا يعمل ايه؟ في نفس التو واللحظه يخلص لجنه الانضباط، يروح طالع على الكاس بالايميل برضه بالاونلاين كله، مفيش حد بيروح في حته يعني، استأنف على ايه القرار. لا انا العقوبه دي تضامنيه، ده لو بص بقى ايه، ان هم قرروا ان العقوبه بس على دي الحاله الوحيده اللي ممكن يصدر قرار النهارده على كهرباء بزياده الغرامه او حاجه زي كده، ويحددوا له مده جديده للدفع. ركز في دي. لو ده حصل وخدوا القرار ان الفلوس دي عليه هو بس، ده اللي يتم، والفلوس تتزود 10% بدل 5% غرامه تبقى 10%. خلاص كده. ياخد قرار يطلع على الكاس يستأنف على القرار ده. ليه؟ هيقول لك لا العقوبه دي عقوبه تضامنيه، والقرار الاولاني طلع او الحكم الاولاني طالع ان عليا انا والنادي، بدليل ان انا اتوقفت 6 شهور والنادي اتوقف 3 فترات قيد. النادي بقى افلس. انا لاعب، انا اتحمل فلوس نادي؟ ده بالعكس، ده المفروض النادي اللي يتحمل فلوس لاعب. لكن انا كلاعب صغير وما بلعبش وما فيش فلوس وي 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 فيقدر على طول في نفس التو اللحظه لو صدر اي قرار بالزياده او باي حاجه، تمام،
قبل انتهاء المده بتاعت الثلاث شهور، بتاعت الثلاث فترات قيد بتاعت النادي التاني، او تحميله هو ان الغرامه كلها عليه، يقدر في نفس الثانيه يطلع بالايميل او بالاونلاين، يخش على محكمه الكاس يعمل استئناف على الحكم مباشره، ويكمل كهرباء عادي دنيته لحد شهر اغسطس. من هنا بقى لاغسطس يكون بقى الدنيا ظهرت، النادي بقى رجع له، جاله مالك ما جالوش مالك، جاله عبد العال، جاله عبد الرحيم، جاله عبد الغني، يجي له اللي يجي له، ويتعامل ايه، ويتعامل بناء عليه. تمام. اي كلام، اي كلام غير كده هتسمعه هكس في هكس. اي كلام هتسمعه غير كده، او حد هياخدك في سكه يقول لك ده حصل، ده ما حصلش، ده عمله، ده ما عملوش، كلها ساعات. وهيبتدي انا بكره، انا النهارده عشان الصداع بتاع ما قدرتش اكلمهم، بكره ان شاء الله هكلمهم. تمام. وهعرف القرار لو كان لسه ما اتعلنش رسمي، هكلمهم وهعرف الايه، هعرف القرار اللي اتاخد في لجنه الانضباط بالظبط ايه هو. تمام. وهطلع اقوله لك بالحرف الواحد. 99.9 هيبقى مطابق للي انا بقوله لك دلوقتي. 99.9 هيبقى مطابق للي انا بقوله لك دلوقتي، مش هيخرج عن كده. لان ايه، اقول لك عد غنيمتك جواحه، واحده قايمه واحده نايمه. زي ما ان كهربا ما كانش حد يقدر يعمل له حاجه قبل اخر يوم، ده نفس القصه، محدش يقدر يعمل حاجه للنادي. والعقوبه لازم تفهم يعني ايه تضامنيه. كلمه تضامنيه دي هي اللي بتديك لحد شهر اغسطس. عشان كده كهربا قال لهم ايه، هشوفكم في اغسطس. اغسطس سموها بقى زي ما سموها. انا حتى كاتبها كده بالحرف الواحد عند الاستاذ محمد سعيد، قلت له يا جماعه، يا جماعه الخير، العقوبه تضامنيه، يعني ممكن اي طرف يدفع عن الطرف الاخر. وبما ان عقوبه النادي البرتغالي لم تنقضي مدتها بعد، اذا لم يتم تجديد عقوبه جديده حتى تنتهي العقوبه القديمه، لان النادي ممكن يدفع في اي وقت. واذا قررت لجنه الانضباط على ان العقوبه وقع على كهرباء فقط، ففي دي في الحاله الوحيده هتصدر امر جديد، وده غلط اصلا كمان، يعني طبعا العقوبه مش على كهرباء بس. ويحق الكهرباء في نفس الوقت رفع الامر للكاس والاستئناف على قرار لجنه الانضباط، ونرجع للنقطه صفر من اول وجديد، وتاخد كذا شهر تقريبا لحد شهر اغسطس. وايه، وكفى بالله ايه، وكفى المؤمنين شر القتال. يبقى كده معايا كده تمام. سمعك حاجه من كهرباء ونقفل بيها. قبل ما اسمعك جوائز، نفكركم تاني بجوائز كاس العالم. جوائز كاس العالم، المركز الاول 5 مليون، المركز الثاني 4 مليون، المركز الثالث 2.5 مليون، المركز الرابع 2 مليون. الخاسر اللي هو من الماتشات اللي جاي، يعني لا قدر الله سياتل خرج ياخد مليون دولار، الهلال خرج ياخد مليون دولار، اوكلاند سيتي خلاص خد 500 الف دولار. يعني النوش خلاص، اوكلاند سيتي خلاص حسمها لنفسه وخد ال 500 الف دولار بتوعه، وتمام التمام. كده في اي تفصيله او اي حاجه خاصه بكهرباء، عشان ما حدش يقعد يشغلكم بيها تاني لحد ما اجيب لكم القرار النهائي اللي هيطلع بكره. ده نفس اللي معمول بيه في شركات الضمان. انت كنت كتبت حاجه، حد كان بيسالك حاجه على يافطه نادي القرن وقلت انها رجعت تاني؟ عشان عم ادور عليها مش لاقي لها اي حاجه. اوعى السكة، اوعى اوعى. ده كهرباء. اقفل النور والنبي، اقفل النور. اوعى السكة. لم منهم الوجه 5 جنيه كل واحد. يلا نت. ده كهرباء قاعد مقضيها ماجده يا حسام يا انوش وعلاء اصيل. ده كهرباء مقضيها في كاس العالم، مشغل بتاع البيتش باجي ولا العربيات اللي هي اللي موجوده في الفندق، اللي بتنقلهم من مكان لمكان. عباسيه السلام، عباسيه بنها، ومشغل نيني 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 نيني، وعمال يحرق في دمهم. قال لك بس ايه، اجيب قرشين من اي حته وخلاص، ايه اشغل بيهم نفسي. كل مرة نقول هنحاول نختصر في الحلقة. كانت موقوفة لمدة، لا طب بص ما هي كانت موقوفة لمدة 30 يوم. لا، هي كانت موقوفة لأجل غير مسمى. كانت موقوفة لأجل غير مسمى لأنها من شهر 11. 30 يوم يا مهتاب، يعني كانت تخلص 30/12، احنا 30/1 اهو.
فهي كانت معموله لاجل غير مسمى لحد، لان هو ما قالناش، لو تفتكري هو ما قالناش القاضي او الحيثيات حتى ما طلعتش هي ليه اتوقفت او ليه علقت. تمام، زي نفس القصه بتاعت القضيه بتاعت الخطيب وسراج وشوبير والناس دي، برضو ما حدش قال لنا هي ليه علقت. فطالما الاسباب مش واضحه فما بتتحسبش 30 يوم، بتتحسب لاجل غير مسمى لحد ما القاضي هو اللي بيقرر انها ترجع تاني. لو محدد لهم فتره زمنيه، بتبقى الفتره الزمنيه دي مشروطه ب تم التعجيل في نهايه يوم 28. ما اعرفش، أنا مش عارف بصراحه، يعني مش عارف تقصد ايه في الحته دي، لان بقول لك ان هو ما اداهم، هو ما اداش سبب جلسه 6/3، هو ما اداش سبب اصلا، يعني هو ما اداش سبب. فاحنا قلنا يوميها ان هي تتعلق علشان ان في ورق ما جاش، يا اما الاهلي اللي ما قدمش، يا اما الزمالك اللي ما قدمش، يا اما المحكمه طلبت من موظف والموظف ما عملوش، وفي الغالب هي طلبت من حد من الموظف عندها. فطالما ان من عندها هي، فلما الورق بيكمل هي بترجع ايه، بتضيفها تاني. فخلاص انت لو عندك ان هي 8 6/3 تمام. ولو بتاعه النقد 25/2 زي ما انت قلتي، انا طلبت منك وانت طنشتيني. طب ماشي، طب ممكن تبعتي لي برضه صوره الجدول بعد اذنك، انا ابعت لك الرقم وابعتها لي على الواتس. يعني لو تبعتي لي صوره من الجدول علشان بس ايه، ابقى انا برضو وانا بتكلم ابقى ايه، ابقى مطمن ان انا ايه، مش بشكك في كلامك والله، بس ايه، ده طبعي يعني. 61409797 ماشي، ده رقم الواتس اهو. ده رقم الواتس، ابعتي لي الصوره من الجدول على الواتس بتاعت القضيه دي والقضيه ديت، و علشان لما اجي اتكلم بقى ابقى انا مطمن. بس انا طبعا مش بشكك فيك يعني، بس انا ايه، انا بحب كده، لازم ابقى انا مطلع على الحاجه عشان ابقى انا اللي متحمل مسؤوليتها مش اي حد تاني. فلو عندك رقم الجواب ابعته لنا. تمام كده. دي القصه كده، يبقى خلاصه اللعيبه بتاعت الزمالك خلاص كده تطلع على فنلندا او ترجع لانديتها لو انديتها ما فيهاش مكان، يعني ليها مكان فاضي يعني. زائد ان الانديه توافق، والانديه هي اللي هتطلب الطلب ده وتقول احنا ايه يا فيفا احنا عملنا بالغلط خلاص، ويفضلوا بقى قاعدين ومش هيرجعوا الايه، ومش هيرجعوا الفلوس تاني. يعني هما مش هيرجعوا الفلوس تاني للزمالك خلاص. وكهربا زي ما بقول لكم كده، ان شاء الله في الكام ساعه اللي جايين انا هتصل بيهم واتاكد لو كان الخبر ما طلعش. بس زي ما انا بقول لك كده، مش هتطلع غير في الاطار اللي انا بقول لك عليه ده، ان لو اعتبروا ان العقوبه كذا، طلب رد المحكمه يوم 13/2. هنشوف انهي محكمه يعني، دي محجوزه للحكم ما ينفعش يطلب برد محكمه. لا يا ما هتاب، ما ينفعش يطلب رد محكمه لو بدأ اجراءات المرافعه، والقضيه دي تم المرافعه فيها. فما ما ينفعش يبقى فيها، ما ينفعش طالما انت بدأت الاجراء بتاع وابتديت المرافعه في خلاص يعدي، ولا انت متداخل معاكي في حاجه تانية؟ لان هتطلبي رد قاضي قبل ما تبداي اجراءات، زي اللي حصل في القضيه بتاعت السب والقذف دي، ان هو راح رد المحكمه او طلب رد المحكمه قبل ما يحط مذكره الدفاع بتاعته. تمام، فمن حقه، فاتاجلت وبعد كده علقت. لو قصدك على دي ماشي، لكن لو قصدك على بتاعه قضيه يافطه القرن، دي كانت محجوزه للحكم او محجوزه للمرافعه نفسها، لكن هو قدم طلباته خلاص، فما اعتقدش. عشان كده بقول لك ابعتها لي ونبص فيها، لو عندك الورق وعندك التفاصيل دي ابعتها لي. هو رد المحكمه، طالما رد المحكمه، ايوه في انهي قضيه انت قصدك على انهي واحده؟ ماشي، ما هو سراج كانت 19 واحد خلاص. كانت قبل ال 19 كان يوم 12 واحد خلاص، طلب الرد يوم 12 واحد ماشي. ادوا القاضي 3 ايام لسبب ما نعرفش.
القاضي رد ولا ما ردش. جه يوم 19 علقت الدعوه. ماشي كده خلاص، ماشي كده احنا صح، كده احنا صح. عشان كده بقول لك أنا معاك على الخط كده. علقت الدعوه يوم 19 واحد وما حطوش اسباب، تمام. وبعد شويه طلعنا احنا جبنا الاسباب اللي تعليق الدعوه، قلنا يبقى اكيد عشان رد القاضي، والقاضي ممكن يكون ما ردش او حاجه او كذا، خلاص. طالما هو واضح ان القاضي صمم ان يكمل، وهو واضح ان هو مصمم من رد القاضي، فتحدد الجلسه لرد القاضي، فيبقى انت كده صح. يبقى ممكن جلسه رد القاضي دي يوم 13/2، تمام. في الجلسه دي هيتم، عشان كده القضيه متعلقه لحد لحين الفصل في موضوع الرد القاضي. لو يوم 13/2 القاضي اترد، هنبدا من اول وجديد. القاضي ما تردش، طلب الرد امام اداره، ماشي كده كده 10/10. كده احنا تمام. شو انا ما بحبش اردد الكلام غير لما اكون مقتنع بيه. انت كده 10/10. ما انا بقول لك، انا فاكرك بتتكلمي على بتاعه ال اليافطه، لكن كده دي انا عارف ان هي كانت 12 واتاجلت ل 19 للموضوع الرد. طبعا ده على اساس ان كان هو يحرج القاضي، فالقاضي يتنحى، فالقاضي واضح ان هو مصمم، لان واضح ان الطلبات اللي هو مقدمها فيستك، فتحدد لها الجلسه يوم 13/2 دي، تمام. هيبقى في ان شاء الله ربنا يكرم يا عم رأفت وايه. ما هو الكلام بقى متداخل مع بعض. ما انا بقول، ما انا اعترفت لك اهو، يعني انا اعترفت لك وقلت لك انت كده احنا ماشيين صح. انا بقول لك، انا الكلام عشان كده بحب الكلام يبقى قدامي عشان ابقى فاهم بتكلم فيه مع مين. فانت لا، انت كده صح، طب كده تمام. يبقى كده القضيه اتاجلت ل 13/2، لان كانت غامضه، كانت معلقه لحد ما يتحدد جلسه رد القاضي. فخلاص الجلسه ايه، ما هتم بتقول انها اتاجلت لحد يوم يا حماده الصرفي، لحد يوم 13/2. 13/2 في الغالب يعني ممكن اعتقد يعني اللي مش هتتقبل رد القاضي، يعني طالما ان خدت الفتره دي كده وبتاع، ما اعتقدش ان هيترد القاضي خلاص. وبعد كده ايه القضيه، بناء على اللي هيحصل يوم 13 دوت هتتحدد الجلسه. هي مهتم بتقول اخر شهر 3 تقريبا او في نص شهر 3، هنشوف، لان دي هتبقى متعلقه بتحديد اذا ما تم رد القاضي من عدمه او لا. مهم، فكده احنا خلصنا كل اللي عندنا، ومهتاب ضافت لنا اضافه جديده وكتر خيرها طبعا. وهي طبعا ما ايه ما تزعلش طبعا لو انا ايه بنناقش وبتاع. هي عارفه ان انا ما بحبش اخد كلام حد مش مصداقيه او عدم مصداقيه، لا، عشان الكلام يبقى طالع على لساني، يبقى طالع في مكانه، وانا ابقى انا المسؤول عنه. لا، اليافطه معلقه، قضيه اليافطه معلقه برضو، معلقه لسبب ما احنا مش حبيبتي يا بهتان. اليافطه معلقه لسه. اليافطه مش عارفين حتى كانت متعلقه، يعني على الاقل هنا احنا عارفين ان في رد قاضي. الثانيه قال لك كان ورق ناقص، ورق ناقص بقى من المحكمه، موظف ما جابوش، كان من النادي الاهلي، مش عارف معلقه كده، عامله زي الكنيسه المعلقه كده اللي في ايه، اللي في مجمع الاديان، اللي في عند زهراء المعادي باين، انا مش عارف حته اسمها ايه كده. طب احنا كده ايه، كده خلصنا. واقول لكم بقى تصبحوا على خير، وان شاء الله نتمنى فوز النادي الاهلي ان شاء الله يوم السبت، وتبقى مباراة نتمتع بيها زي المباراة اللي فاتت. ومصر القديمة، ايوه عكاش، عارفة ده انا كانت منطقتي دي، منطقة مش منطقة ساكن فيها، يعني كنت بحب اروح هناك كتير. كنت بشتغل ساعتها في السياحة كمان، كنت بودي ناس كتيرة هناك. كنيسة معلقة وجامع عمرو بن العاص، والحتة اللي هناك دي كانت حتة تحفة يعني. المحطة بتاعتها زي زهراء المعادي، صح؟ المحطة نفسها بتاعت المترو الأنفاق دي زهراء المعادي على ما أعتقد يعني. مهم، تصبحوا على خير بقى، وأقول لكم آسف إن أنا صدعتكم كالعادة، بس يا رب تكون إيه يعني، ده جبنا لكم كل التفاصيل اللي أنتوا محتاجينها. يلا لكم سعيدة ويومكم سعيد إن شاء الله. سلام.